طبعا واضح أن القصيدة فصيحة، يعني قصيدتك هذه اليوم هي قصيدة فصيحة. يا سلام. لأنه لو لم نكون فصيحين ما كنا عرب. نعم. فالعروبة لم تحسب لنا إلا بالفصاحة أصلا، فهي متضمنة بالمبنى والمعنى. أنا أستغرب بس أن الدراسات الإسلامية وقصيدتك كلها أغاني ودفوف وعشق وغواني، فكان نعم، لأن العرب هم أهل ذوق أصلا، واللغة العربية هي الأغاني وهي الذوق وهي كل شيء، فإن خلت وبقيت جلفاء غليظة خشنة فماذا بقي لغيرها؟ وماذا بقي لها وماذا بقي في غيرها؟ هذا لو بتركك أنت عبد الرحمن تتكلم إلى الصبح ممكن تتكلم، لكن أنا كنت النقطة الجوهرية اللي بركز عليها أني أقول طالما أنك يعني دراسات إسلامية، فكان نستفيد من هذه الدراسات بتوظيفها في الشعر الشعبي، لأنه رسالة ثقافية سامية يجب إيصالها. فأنا أقول يعني لو خلت من الدفوف والأغاني والغواني والعشق استقبل النبي بالدفوف والأغاني عندما جاء إلى المدينة المنورة، فبدأ الشعر العرب ولا هذا الشيء ما في مجال أستاذ تركي، ما في مجال. الماضي والحاضر. اللهم صل وسلم على رسول الله ويفكنا من شرك. دكتور غسان، عندي ملاحظة على كلمة الرداح. الرداح الخود، كلمة الرداح مفرد والخود جمع. نعم. ولا يجوز وصف المفرد بالجمع. وشكرا. شكرا. أنا ما أبغي منك جواب. ذكر الإمام الحريري في مقاماته أن الخود هي المرأة الشابة الناعمة. الخود تلك. ذكر الإمام الحريري في مقاماته وهو حجة في اللغة العربية، توفي سنة 516 هجرية بالبصرة، أن الخود هي المرأة الشابة الناعمة والرداح طويلة الأوراق. ومشكور سيدي الدكتور، وهذه لغة ومفردات وأجبت بما عندي وما اطلعت عليه. شكرا دكتور غسان، الرأي لك أستاذ حمد، الله يعينك. والله ما أدري ايش أقول الحين. يا الأهدل، كيف الحال؟ حياكم الله سيدي. أنا بسألك عن كلمة خريت، شنو خريت؟ الخريت في اللغة العربية العارف بمفترقات الطرق ومتشعباتها ومنحدراتها، كانت العرب تتخذه ليدلهم على المنعطفات والمنحدرات ومتشعبات الطرق. تقول العرب إذا قال الشاعر بكلمة ولم يدري معناها فاضربه بكف حتى يلتف. بصراحة والله ما أدري أستاذ سلطان أنت بس شو بتقول؟ عبد الرحمن لحظة، عبد الرحمن، أنا بقول لك خير من يمثل الجمهورية اليمنية فعلا. شكرا أستاذ حمد، شكرا.